سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالرضا والنعيم، صلينا على رسول الله. اليمن لو سمحت ياكل يد اليمن خلوها مثل المطلقة، لا هي حرب ولا هي سلم ولا رواتب ولا بدون رواتب. نص البلاد مقسمة ونصها موحد، نصها مشرذمة ونصها مواقع، نصها فيها رواتب ونصها بدون رواتب، نصها حرب ونصها بدون حرب. اسبوع يغلقوا المطار واسبوع يفتحوه، اسبوع يفتحوا من الحديدة واسبوع يغلقوه، اسبوع مفاوضات واسبوع نثرات، واسبوع وقفوا البنك وسحبوا البنك، واسبوع مفاوضات اسرى. لعب جهال، والله ما عاد يحارب، لعب جهال. جالسون تلعبوا وخليتوا اليمن كالمطلقة، لا انتوا ذي رجعت لها لا بزوجها ولا هي ذي سارت لها، مثل المجرولين. خلوا الشعب هذا والدولة هذا مثل المجرول، كل من هنا مشلول وما فيه لا راسه. لا انتوا ذي عالجتوا الشلل ولا انتوا ذي اجهزتوا على الرجل ورحله. هذا مجهاله. انثروها ولا ما وصلت تحمل بتيز تكرين البلاد طريق. الموت السريرية هذا الموت البطيء مش حلو. رسائل الحكومة صاروا للشرعية تنتثر الجبهات. قد كانوا الناس مثل ولا يوم الجبهات قائمة، قد كانوا الناس الدنيا دروبر تعودوا الناس، قد الناس في حرب، قد الواحد مع الله يصبر لما تخرج الطريق. لكن سنة سنتين والجبهات موقفة وهدنة ومفاوضات ولا خرجتوا الطريق. ساعة الوفد المفاوض حق حكومة صنعاء في الرياض ومفاوضات، وإن شاء الله عما قريب وإن شاء الله وصلنا إلى حل. فجأة لو تنقروا البنك، يعني أنت الآن يعني جالس تتمهزل بهذا الشعب مهزلة. جالسون تلعبوا التحالف والأطراف السياسية، جالسون تلعبوا لعبة. يا أخي تنتثر لا بقت تبقى خاريونا. ساعة يقفل المطار، وساعة يفتحوا رحلتين، ساعة يقلقوا مينا، وساعة يفتحوا المينا، وساعة يسلمون رواتب في صنعاء، ويسلمون رواتب في عدن، وساعة تجويع، ساعة العملة، ساعة كذا، ساعة أسرى يفاوضوا مع الأسرى ودقوا 3-4 أشهر ما بش خبر. وعلى هذا والدنيا تخي وبخي عندكم. الشعب ميت، الشعب في حالة يرثى لها، الشعب مدعوس دعس. أنا أسف على هذا، لكن هذا هو الواقع. مدعوس دعس من الفقر، من الجوع، من الظلم، من التجويع، من الحصار، من الفقر. كرهوا حرب لن ما وصلنا للطرف، ومن زوجوا منها فهو عمنا والسلام. هذا مهزلة. نطالب حكومة صنعاء انثروها ولا بقى من يشوب النار. يا تجوع للكل، يا موت الكل، يا سبرت البلاد للكل، يا انتثرت للكل. مش على هكذا أن يعيش قلة قليلة مع 10 20 30 50 ألف نفر من أي حزب ومن أي جماعة ومن أي جهة ومن أي دولة ومن أي مكان، و40 5 مليون تحت خط الفقر. هكذا تصنيفه. واحد قد حاجز يروح يتعالج في الهند ولا في الأردن ولا في أي مكان، وقد معه موعد وقد في حق العملية، فجاءوا قالوا ألغيت الرحلات، ما في رحلات، ومات المريض مكانه. رواتب ما في رواتب، فقر، جوع، طفش، مشاكل. قد الشعب هذا يدن مرته، وهذا يدن اخته، وهذا يدن ولده، وهذا يدن ابوه، والمصايب اللي تحصل في صنعاء، وهذا يمسك لك بريه صغيره عمرها 7-8 سنوات، وهذا يسحب ابوه، وهذا يساطوا. المهم البلك احنا عايشين في غابه عصر الفايكنج. ما عاد يجي اليمن ما فاز خلنا تقول هكذا. والشعب اليمني والله ما بسخاء انه يقول هكذا. ما حناش بهذا الدناء. انثروا تقول حرب شامله كامله تحرق الأخضر واليابس، ولا سلم يعيشوا ناس في رغد العيش. هكذا كالمطلقة مش سابر لحد. لا الناس عايصبروا في صنعاء ولا الناس عايصبروا في عدن، جالسين يتمهزلوا ما زال ب40 50 مليون يمني. شعب ضاربة في تاريخ، في أعماق التاريخ ويجي دوره من 10,000 سنة، وجالسين تلعبوهم لعبة هكذا. إن صنف الفلاني قال مكر لكم طائرة، وإن قفلت عليه وزعلان هو مرته قال قفلنا المينا. ما هو هذا المهزلة؟ هذا ما عاد السياسة، هذا قديد لا عاد خراجها كالمشهومة مش مليها. نطالب بإعادة الجبهات، ما عاد نجي في الحرب. كنا نقول ولا سلم ما سلم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الآن ادخلوا في الحرب كافة، تنتثر من طرف لا طرف. يا ينتدف نص الشعب هذا، يا يعيش عيشة واحدة. أجل التمسكن هذا ما أخذ بالقوة، لا يسترد إلا بالقوة. المفاوضات أكبر كذبة في التاريخ. المفاوضات والمفاوضات السلمية والسلم لا صدق. إن أردت السلم فاستعد للحرب. هذا المقولة التاريخية يجب أن تكونوا واعين وعارفين بها.
وأنا أشعر بها أن السلام هذا مجرد كذب الآن في الوقت الحالي، طالما ما بش هناك بوادر حقيقية. وأول بادرة هي إطلاق جميع الأسرى. اطلق جميع الأسرى من الطرفين، هذا أول بادرة تعرف حسن نية الطرفين، لأنه بيخرجوا الآلاف، 10,000 7,000 8,000 أكثر أقل، بيخرجوا من جميع الأطراف. وقد يخاف كل طرف من الآخر أن يجندوا هؤلاء الأشخاص ويرجعوا يقاتلوا. إذا طالما ما يعني أطلق شيء جميع الأسرى، معناتها أن كل واحد عاد مبيت نية. أيضا إيش الراتب؟ موضوع الراتب أيضا، موضوع الراتب مفروض هذا شيء جانبي، ما يدخل شيء نهائيا في الحرب. سوريا قد طحنت عن بكرة عليها بحاجة تريليون، ترجع لها لا مبالغة، تريليون 100 مليار 200 مليار لما ترجع لما كانت عليه، بل لما طحونها طحن في الحضيض. أصبحت سوريا الرواتب جارية، وحق الطلاب بيتصلهم الأرباع كل شهرين، كل 3 أشهر، لا دول العالم كلها. ليبيا نفس الشيء، العراق نفس الشيء، إلا الوضع اليمني. إذا ضاربوا واختلفوا دور المواطن ما ينضروش هم ولا حزب الجماعات، المواطن بس اقطعوا الراتب عليه، سكروا عليها الميناء، الغوا عليها الرحلات، سكروا المطار، سكروا المنافذ البحرية، المنافذ البرية، امنعوا عليها ايش هذا؟ يعني احنا على خاله ولا ايش؟ يا حرب شاملة كاملة لا تبقي ولا تذر، وتطحن البلد والجزيرة العربية كلها، ولا عاشوا الناس في سلم وسلام. انا عيب ان هناك على موسم الرياض الناس يتراقصوا وعندنا الناس يموتوا في الرصوف، مش سابره ولا هي واقعه ولا هي صالحه، مش سابره. نعيش بسلام الكل واخوه وامور طيبه. ولا ترجع الجبهات، وافضل ب1000 كثير ان ترجع الجبهات قد الواحد يموت بعزه وبشرب بصاروخ ولا يموت فوق السرير ويبحث عن قرص علاج. قد الواحد ينطحنوا عياله ويموتوا عياله وينهدم فوقهم البيت بصاروخ، افضل من ان يراهم وهم موتى جاوعى وهلكى هم على سرير الموت. والله افضل واشرف له. افضل ان تحرق مرته حرق بقصف، ولا امه ولا ابوه، ولا يبذل ابوه ولا المستشفى وما يلقى حق العلاج وينتظر فوق الرصف لا ما يموت. افضل للمراه ان تموت الحامل هي وولدها، ولا ان تنتظر باب المستشفى وما لقيت حق العلاج. ولا المريض وهو في مدرسه صرعه يرجعه من البيت يموت له تحت دانه ولا برصاصه ولا بصاروخ. افضل له مهزله. سنتين والناس يتفاوضوا ولا انجزتم اي شيء في اليمن. هذا الفتره الهدنه هذا كلها سنه ونص وسنتين. لا اسرى اطلقوا، ولا موانئ فتحتم، ولا مطارات كلها ورحلات خارجيه وداخليه وفتحتم، ولا اسرى وتبادلتم، ولا رواتب سلمتم. ايش من مفاوضات؟ هذا اللعب ولعبه منتظر لما يجي ترامب علشان يدعم بيعث الحرب من جديد. مهزله 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 في بيصير في اليمن. المهزله ما احناش بهذا السوء ولا احنا بهذا الدناءة حتى نعمل هذا المعامله. شعب من 40-50 مليون في يوم من هذا يقرب مجرد انه يصنف لك واحد ابن 66 كلب وقال لك اقطعوا الراتب، سكروا المطار، سكروا الموانئ. ايش من المهزله هذا؟ تلعب بشعب ضمنه، تلعب ربنا رفعات شعب ما مدح الله احد كما مدحه في القران. الشعب ضارب اعماق في جذوره في اعماق التاريخ آلاف السنين بكل مزاج. يقرر لك واحد ان يجوع 40-50 مليون. تعادل الجبهات، مطلبنا تعادل الجبهات الى ان نعرف ان الله حق، وان تسلم البلد كلها ولا تخرب كلها، يموتوا الناس كلهم ولا يعيشوا كلهم. اما هكذا يجل واحد يعيش ولا 10 ومليون ميتين جوع. عن ابوها عائشه